والله قال لي وين مراكتك ديك يا اخي؟ مراكتك طبعا قصده قصيدة مصابيح السما التامنة وطشيش. ايام الجامعة كنت بقرا القصيدة دي كتير في كل المحافل، في المنتدى الشعري. يعني متى ما لقيت لي فرصة ألقيها بدخل في المنتدى الشعري بقولها. في أركان النقاش بشوت كولين. خلاص. في أيام الثورة أي مكان، أي مكان إن شاء الله حفلة، حفلة عندنا عرس في حلتنا، لقيت فرصة ادوني المايك قالوا لي يقول كلام بقوم بقول شنو؟ بقول مصابيح السما التامنة وطشيش. ما بقولها كلها طبعا. الما عارف انه القصيدة دي هي رساء في الفنان الانسان، فنان الترابر الاول مصطفى سيد احمد. فالمرسية دي اسي انت لو دخلت اليوتيوب كتبت محمد الحسن سالم محمد مصابيح السما التامنة وطشيش، القصيدة دي ساعة، ساعة واربع دقائق. خلاص. هي مش مراقة. انت كونك تكون حافظ مصابيح السما التامنة دي، يعني انت معناها انت عارف مدرسة حميد كلها، لانه الرسالة ده دي عبارة عن مدرسة. القصيدة دي بالذات مدرسة، مدرسة عن حال كان وحاصل وحيكون. تخيل. يعني الراجل ده لو اضرب لك قال لما الجدل، قال لما الجدل يبقى الدجل، لما الجدل يبقى الدجل، والايديولوجيا هي الملاججة، واللواجة بلا عمل. يعني انت طبعا عين الزول قال لك لما الجدل يبقى الدجل، يعني لما يبقى الكلام والقنوات والما شنو مستشارين القصص دي كلها تبقى الدجل، دجل في الفاضي. والايديولوجيا الافكار والتنظيمات، وكل تنظيم عنده ايديولوجيا. شوف الكلمة دي كبيرة كيف. الايديولوجيا هي الملاججة واللواجة بلا عمل. يبقى هو بس قصص كلام، بس افكار ولا بلا عمل، ما في عمل على ارض الواقع. فهمت؟ احزاب على الفاضي. اللخبطة، اللخبطة، الخمج، البوليس كتال كتيل. يعني انت فكرك في راسك ده خلاص اقتنعت، خطيت في راسك انه يا اخي نحن ديل مثلا نحن كسودانيين والله يعني تجي ديمقراطية، يجي العسكري يقلبها يجي حكم عسكري، يبقى انا اتحكم رجال غصبا عننا بالسلاح وبقوة السلاح. يبقى في راسي انه انا البوليس ده كان طلعت بقتلني، كان بقتلني. بقت الفكرة دي راسخة في راسك. خلاص. بيقول لك الكلام ده عين بيقول لك انت خطيت في راسك والبوليس قتال قتل. ليش البلاد ما تستباح يوماتي كل ما الليل دخل؟ ليه يعني؟ طالما انت مقتنع بانه البوليس ده حيقتلك حيقتلك، يا خليه. ليش البلاد ما تستباح يوماتي كل ما الليل دخل؟ الراجل ده مدرسة. القصيدة دي بالذات والرسالة مدرسة والله العظيم. يعني شوف، بتلقاه في الوطن، بتلقاه في حال، في الوصف، في كله، في البلاغة، تشوف في التشبيه. يعني القصيدة دي ما حاجة هينة، عشان كده كونها تكون مراكتي والله أنا سعد بني آدم. فلما نيجي يتكلم عن مصطفى سيد أحمد يقول له ده من كل حتة عقابات شتى، جميعهم يغنوا، يغنوا يصنوا، يصنوا يحنوا، يذات الكيان لذات الكيان. ناس وتشاوفوا عنوا يتعارفوا. يعني ناس عين واحد في مدافوق، واحد في سنار، واحد في الدوازين، واحد في خرطوم، واحد في ضنقلة، في حلفة، في أي حتة ما يتعارفوا ولا تشاوفوا، ما تشاوفوا يعني ما شايفين بعضهم، لكن بيسمعوا لزول واحد. الراجل ده قال لك من كل حتة. يبقى هو لما يخاطب بيخاطب المثقف الفاهم رائد الفضاء والراعي والمزارع والموظف وكله، كل شرائح المجتمع دي هو من كل حتة. كلمته اللي بيغنيها او الاغنيه اللي بيسمعها في اي حته ده في الرادي بيفهمها، بيفهمها اي زول. فهمت؟ فبقول لك يا اخي هم ما شاوفوا، عنوة يتعارفوا، فلان وفلان وفلان الفلاني، وقلنا سرك تعدى الزمان والمكان، هبشتك نقشتك، مغمد حضرتك، من من شدرتك طعم كم لسان، أظل فيك حاير كما العش في طاير، يسر الرحيق كما البرتقان،
شنو أصلك؟ يعني شوف، بيقول له شنو أصلك؟ غمايم ده استفهام، حمايم استفهام. فهمت؟ يعني شنو اصلك حمايم؟ انا طبعا لما اجي اقولها بقولها شنو اصلك حمايم، غمايم، حمايم، هديله وجنان، سهول القبيله وسيوفهم حصان اللي يجي فوق قتيله لغايه الامان، محن نمشي فيك مهكد عديله وبشاير تجينا، شنو اصلك اذان جرس في كنيسه، ازار النعيسه يصن في الكهان، لص في حال. ما في زول حيفهم الكلام ده، لكن خلينا نقوله بالراحه بالراحه. شنو اصلك؟ ده استفهام. غمايم استفهام، حمايم هديله استفهام، نسايم جنان استفهام، طبول القبيلة، سيوف وحصان، اليقيف فوق غتيلة لغاية الأمان محل نمشي فيه، محل تمشي فينا، مهكد عديلة، بشاير تجينا. شنو أصلك؟ أذان جرس في الكنيسة، يصين في الكهان، ألوص في حافي، أكوس في اللي ما في، أظل فيك مدرك لخافي البيان، وتظل نبع المياه والضوء. يعني شوف الكلام يا أخي، أنت فاهم حاجة؟ يا الله، أظل فيك حاير كما العشف طاير، يسر الرحيق كما البرتكان. شنو لك حمايم، قمايم هديلة، نسايم جنان، طبول القبيلة وسيوفه وحصان، اليقيف فوق قتيلة لغاية الأمان، محن نمشي فينا، مهكد عديلة وبشاير تجينا. شنو أصلك؟ أذان جرس من كنيسة، يصين في الكهان، ألص في يحافي، أكوس في اللي ما في، أظل فيك مدرك لخافي البيان، وتظل نبع المياه والضوء قمحنا. كسانة، عافي، سكن، وما نسكتك نسمع الصيفير الحكاوي رطن، 200 ما نفقدك نلقاك تحانين بالغناي وطن، مع انه حباك ميت القربة واستكتر عليك كفن. طبعا مصطفى سيد احمد مات خارج ارض الوطن. قال له يعني وين ما نسكتك نسمع صيفير الحكاوي رطن، 200 ما نفقدك نلقاك تحانين بالغناي وطن، مع انه حباك ميت الغربة واشتكتر عليك كفن. يعني الوطن اللي انت بتغني ليه وفي النهاية اداك شنو؟ انت مت برا ارضه، حباك ميت الغربة واستكتر عليك كفن. يعني قدر وطنك مع الأوطان، إذا ما كان سحايبه أبا يمرق قشم للوديان، عشان تدي السعية لبن. قدر وطنك إذا هل كان قدر ينغز قرف قركان، قدر يكسو ويخيب ظن حبيب الطيب الإنسان، يطفر ريح روح الفن وطن. لكنه ما هو لك ولاك الهون من هولك، فما معنى الأرض بالضبط أو جربت شنقولك، وكت تقدح تجد حولك، تباصر الموية بالسرقة، قرامة ودردرة وعلقة ويصادر الوالي محصولك، يلوز ضل المقيل تعبك، ينصل من جلاك قصبك، يهز لك راس وقندولك، ولا تتابة مبتابة، تحط باتك تجر الريح، بدل مزدار وارتابة تقول مرسومة منه الغير ملك عليه رقابة. خسارة سي حوارته الجن يحندك فينا بل مني، والعالم صحاري سجن، وشين عباك وقال لك عن، وشين غباك وقال لك عن، وطن خلوه للأقدار، فتن ما خلوا فيه خدار، خلاف الطرف طرف أغن، وبعد ده تغني وطن، يا ده وطن بعد ده وطن، ولا كلت مزاميرك ولا ضرب الرباب وهن، عشان تتفتح الأبواب تغني حقيقة مو هواب، تغني صواب، تغني وشن، يكون المدفع الخازوق مكان ومكان، يكون المدفع الخازوق مكان ومكان، بدل حدا من اللمات رضيعاتنا اللبن مكن، من بعد المناحة تطيق زغاريد الفرج طقن، نقاقيره يسوي دن دن دن. تغني من التعب لا من كلاك دما، لا شكرا رجيت لا من، لا شكرا رجيت لا من. فهل يعني النهاية الموت وينبعزق هناك سدى، أمن الغيب حيصابك على الأرض العزيزة فدا. وطننا حبيبنا رغم البين هي الأشواق، حنيننا إليك زين يا زين، يظل دفاق ما حوجتنا ونديك، وغيبنا عليك دوب شاساك،
لاقي البيننا بين واديك، أناقي غزيرة ما هفراق. نحبك، نحبك من طرف ننجم، ما بتنزم علاقة دم وفا وتاريخ على الإطلاق. إذا ما الغربة لمتنا على ذات الخلق وأخلاق، وطن وين كان في ذمتنا. فكيف كيف كيف يبقى الزمن فراق؟ هي الأشواق، وما بين السماء والأرض مد أشواق، ما بين السماء والأرض مد أشواق. ما طالما إنه المطر بيصب، طبيعي إنه البحر ما راق. كما إنه العكار من طين، كمان من طين بجي الرواق.